اول جزء عندنا النهارده ان شاء الله هو الانكواليتيز اللي هي المتباينات. يعني ايه متباينات؟ قبل ما اقول لك يعني ايه متباينه، تعالى كده اما نبص على حاجه كده. تعال نبص على المعادله العاديه خالص اللي انا وانت نعرفها. لو جيت قلت لك مثلا اكس تربيع ناقص 4 بيساوي 5. احنا هنحاول نتكلم في الفيديو عربي عشان انت ما تتوهش مننا، بس يعني عادي جدا نقول اكس بار 2 ماينس 4 ايكوال 5. حابين ان احنا نتكلم عربي اكتر عشان ايه؟ عشان البصمجيه اللي زينا. اكس بار 2 ماينس 4 بيساوي 5، اكس تربيع ناقص 4 بيساوي 5. لو انا عايز احل المعادله دي قلت لك هات لي مجموعه حل المعادله دي، اول حاجه هتروح تعملها تقول لي هودي الاربعه بعكس الاشاره، فيبقى اكس تربيع بيساوي 5 زائد 4 اللي هي اكس تربيع بيساوي 9. فيبقى الاكس بتساوي كام؟ الاكس بتساوي موجب او سالب 3. فلو جيت قلت لك مجموعه حل المعادله دي بنروح نكتبها كده في حاجه اسمها طريقه السرد، اسمها موجب او سالب 3. ليه؟ لان انا عناصر المجموعه كلها او عناصر مجموعه الحل كلها هي قدام عيني، انا اقدر احددها، هي 3 او سالب 3 بس مش حاجه ثانيه. فانا لو جيت عايز اجيب مجموعه الحل فيبقى في قوس مجموعه كده هيبقى فيها سالب 3 و3. دي مجموعه الحل ودي طريقه بتتسمى طريقه السرد. بس ايه الفرق بقى بين المعادله العاديه دي والمتباينه؟ ببساطه شايف علامه اللي يساوي اللي هنا دي؟ بنبدلها بحاجه، بنبدلها باكبر من اللي هي جريزر ذان، او اصغر من اللي هي ليس ذان، او اكبر من او يساوي اللي هي جريزر ذان اور ايكوال، او اصغر من او يساوي اللي هي ليس ذان اور ايكوال. طب لو جيت انا عايز ابدلها مثلا باكبر من او يساوي، مثلا اكس تربيع ماينس 4، او بلاش دي ممكن مثلا اكس ماينس 4 جريزر ذان اور ايكوال 5. انا عشان احل دي بتتعامل مع العلامه دي اصلا ان هي يساوي عادي جدا، مفيش اي مشكله. يعني انا هتعامل مع دي ان هي يساوي، هعمل نفس ما كنت هعمل هنا، هقول لك هنخلي الاكس في طرف لوحدها واودي الاربعه بعكس الاشاره، فهيبقى اكس اكبر من او يساوي التسعه. طب يعني ايه بقى اكس اكبر من او يساوي 9؟ لو انا عايز بقى مجموعه الحل بتاع المجموعه دي بنروح نمثلها بقى في حاجه اسمها قوس فتره. يعني ايه قوس فتره اصلا؟ انا ما اقدرش احدد كل العناصر بتاع المجموعه دي. يعني لو جينا نعملها على خط الاعداد، انت اكيد فاكر خط الاعداد، لو جينا نعملها انا وانت كده على خط الاعداد، خط الاعداد التسعه مثلا اهي، دي التسعه. لو انا عايز كل اللي اكبر من او يساوي التسعه، اكبر من او يساوي، تعال نمثلها كده على خط الاعداد. يعني كل الارقام اللي هنا من 9 لما لا نهايه، دي الارقام اللي معايا. يبقى لو انا عايز امثل ده على خط الاعداد من 9 لما لا نهايه، طب هل انت تعرف تعد الاعداد من 9 لما لا نهايه؟ واحد قال لي ايوه 10 11، قلت له تعرف تعد الملا؟ طب ما علينا من 9. لو انا جيت قلت لك الفتره دي فتره بسيطه خالص اهو، لو جيت قلت لك فتره من 2 ل 3، لو جيت قلت لك انا عايز امثل الفتره دي، او تقدر تقول لي كل العناصر اللي في الفتره دي، واحد غشيم دلوقتي هيروح يقول لي ايه؟ الاثنين والثلاثه. بص بقى، قوس الفتره دي هي قوس فتره على خط الاعداد. طب ما بين الاثنين والثلاثه مفيش حاجه واحده، يقول لي لا مفيش حاجه، ما هي 2 وبعدها 3. اقول لك لا، في قوس لو كنت جايبها لك في قوس مجموعه زي ده يبقى هي 2 و3 بس. يبقى هو بيقول لك العنصرين. قوس المجموعه ده من خواصه ان كل العناصر انا شايفها بعيني، بشرط ان انا ما بكررش ارقام. يعني لو جيت قلت لك مجموعه معايا فيها 5 و6 و7، يبقى قوس المجموعه يبقى فيه 5 و6 و7 بس. انما لو جيت قلت لك من 2 ل 3، يعني كل الاعداد اللي ما بين 2 و3. هو في اعداد ما بين 2 و3؟ اعداد ما لا نهايه من الاعداد، اعداد انت ما تعرفش تعدها اصلا، ما لا نهايه من الاعداد. ليه؟ 2 و1 من 10، 2 و2 من 10، 2 و100 من 1000، 2 و100 1000 من 10000. بص اعداد انت ما تعدهاش، في كميه اعداد كسريه وموضوع تاني جوه ما بين الاثنين والثلاثه. فعشان كده بقى احنا عملنا المتباينات، ان احنا عايزين نعرف بنمثل دي ازاي على خط الاعداد. تعالى بقى اقول لك شويه خواص للمتباينات وشويه، تعال نلخصهم كده في جنب عشان نبدا نحل امثله. بص يا سيدي، اول حاجه تعال نشوف العلامات. اول حاجه دي العلامه دي اسمها جريزر ذان، دي اللي هي اكبر من. والعلامه اللي بعدها اللي هي عكسها اللي هي دي اسمها ليس ذان اللي هي اصغر من. طب دي جريزر ذان اكبر من او يساوي اسمها جريزر ذان اور ايكوال. طب دي اصغر من او يساوي اسمها ليس ذان اور ايكوال. طيب تعالى بقى نشوف كام حاجه. اول حاجه، انت لو انت فاكر كنا احنا بناخد قوس المجموعه اللي انا قلته لك هو ده،
ده قوس المجموعه العادي اللي انا اقدر احدد كل العناصر اللي جواه، كل العناصر اللي جواه انا شايفها بعيني ما دام مكتوبه جوه القوس ده. طب القوس ده لو انت فاكره، ده كنا انت لو انت فاكر كنا بنقول عليه اسمه قوس فتره. يعني ايه قوس فتره؟ يعني ده قوس قايل لي الحد الاول والحد الاخير من الاعداد. يعني لو قلت لك مثلا عايز الفتره من 2 ل 10، فهي كل الاعداد اللي ما بين 2 من 10 يقوم كاتبها لي كده من 2 ل 10. من خواصه ان دايما العدد الصغير هو اللي بيتكتب على الشمال، دايما العدد الصغير هو اللي بيتكتب على الشمال. وكنت لو انت فاكر لو القوس مقفول بالشكل ده معناها كده ان الاعداد اللي في الطرف معانا. يعني لو القوس مقفول زي ما انت شايف كده يعني الاثنين معايا والعشره معايا. طب لو القوس مفتوح، يعني لو القوس ده كلوزد، لو القوس مفتوح اوبن، لو القوس كان كده لو انت فاكر 2 من 2 ل 10، معنى كده ان كل الاعداد اللي ما بين ال 2 و10 معايا ما عدا ال 2 وال 10 مش معايا. يعني 2 وسنتوفه معايا، 2 مش معايا. الكلام ده على خط الاعداد. طيب احنا القوس الاوبن كنا بناخده كده، كنا بناخده كده في ثانوي او في اعدادي او ايا كان. دلوقتي في الكليه هو اتغير شكله، القوس المفتوح بيعملوه كده، بيعملوه قوس عادي، والقوس المقفول زي ما هو كده. يعني لو جيت قلت لك من 2 ل 10 بالشكل ده، يعني الاثنين مش معايا لان القوس ده اوبن، وال10 معايا لان القوس ده كلوزد. دي من الخواص. حاجه تانية، تاني معلش، يبقى انا كده عرفت ان القوس ده كلوزد، القوس ده اوبن من 2 ل 10. الاثنين دي مش معايا لان القوس ده اوبن، وال10 معايا لان القوس ده كلوز. بس خلي بالك انت عادي تقدر تكتبها كده، يعني انت لو حبيت تفضل تكتبها اوبند وكلوزد كده زي ما هي الاقواس كده مفيش اي مشكله، اكتب زي ما تحب. يعني انت لو عايز تخلي دي كده تكتبها له في الامتحان كده، مثلا لو انت عندك الامتحان مقالي مثلا عايز تكتبها كده ومش هقول لك حاجه، بس انا بقول لك ان هم ايه طوروا الموضوع في الجامعه شويه، خلوه بالطريقه اللي انا بقول لك عليها دي. تمام تمام. دلوقتي احنا تقريبا انا قلت لك اغلب المعلومات اللي انت عايز تعرفها، او تعالى نعرفك شويه حاجات كده على خط الاعداد هتفيدك. لو جيت قلت لك مثلا ده خط الاعداد، انا عايز امثل دي من 2 ل 10، الاثنين اهي لو نفترض ان دي الاثنين ودي ال10، عايز امثل الفتره دي. بتروح تطلع خط كده عند كل واحده فيهم، لو اللي جنب الاثنين القوس مفتوح بروح اعمل سيركل. يعني بتعمل حاجه اسمها ايه دايره مفرغه او دايره فارغه مش متلونه. طب لو ال10 معايا بروح اعمل نفس السيركل بس متلونه، دي اسمها كلوزد سيركل ودي اسمها اوبن سيركل. لو الرقم معايا، لو الرقم القوس ناحيته مفتوح بعمل العلامه دي عشان اعرفه على خط الاعداد ان والله الاثنين مش معايا. طب لو القوس مقفول بروح اعمل دي عشان والله اعرفه على خط الاعداد ان لا والله العظيم ال10 معايا. وبعدها بتقوم رايح شادد خط بينهم كده، ودي تمثيلها على خط الاعداد. فاللي انا عايزه كنت يعني انا رسمت لك خط الاعداد عشان اعرفك النقطه دي بس، ان عشان تعرف الرقم معايا ولا مش معايا، عشان هنعرفها دلوقتي في الفانكشن والرسومات اللي على الاكس اكسس والواي اكسس وكل الكلام ده. عايزك بس تعرف ان لو في العلامه دي موجوده يبقى والله العظيم الرقم مش معايا. لو سيركل اللي هي لو اوبن سيركل اللي هي سيركل مفتوح يبقى الرقم مش معايا. لو ما فيش حاجه، لو ما فيش حاجه او سيركل مقفوله يبقى الرقم معايا. يعني لو ما كانش حاطط لي مثلا في الفانكشن سيركل خالص اي حاجه اي دوائر يبقى الرقم معايا. طب كان حاططها لي مقفوله يبقى الرقم معايا. هنروح ناخد شويه امثله على الانكواليتيز وبعدين نرجع. نيجي لاول مثال معانا على الانكواليتيز. اول حاجه بيقول لك 2x minus 3 greater than or equal سالب 1 و less than or equal 7، اللي هي 2x ناقص 3 اكبر من او يساوي سالب 1 او اصغر من او يساوي 7. بنعمل دي ازاي؟ انت لو فاكر ان لو كان الجزء ده على بعضه بس كده الحته دي كنت بقول لك بودي الثلاثه بعكس الاشاره عشان اتخلص من اي رقم جنب الاكس، وبعدين بشتغل في المساله عادي اكن دي علامه يساوي. طب هو الاساس اصلا يا جدعان احنا بنودي ليه الثلاثه بعكس الاشاره؟ يعني لو انت فاكر كده لما كنت باجي اقول لك مثلا x ناقص 3 بيساوي 5، كنا عشان نجيب قيمه الاكس بنودي الثلاثه بعكس الاشاره. هو الصح اصلا ان دي حاجه اتقالت لك عشان تبسط عليك الدنيا، مفيش حاجه اسمها تودي الثلاثه بعكس الاشاره. هو الاساس ان انا بزود هنا 3 وبزود هنا 3. انا عايز اتخلص من الثلاثه دي، والثلاثه بالسالب زود اختها بعكس الاشاره فدي هتطير مع دي هيبقى الاكس لوحدها، وما ينفعش ازود حاجه هنا ما ازودهاش الناحيه الثانيه، فعشان كده بقوم مزود 3 كمان الناحيه الثانيه. فسهلناها عليك وقلنا لك خد دي شقلبها هناك بعكس الاشاره. فهو من الاخر انا عايز اخلي الاكس هنا لوحدها، الاكس جنبها 3، عايز اتخلص من الثلاثه دي ازود جنبها هنا 3 وازود هنا 3 وازود هنا 3. تمام؟ ازود هنا 3 وازود هنا 3. 2 اكس ناقص 3، ال 3 دي طارت مع ال 3 دي فهيبقى معايا ايه 2 اكس 7 زائد 3 10.
اكبر من او يساوي 3 ناقص 1 2. يبقى 2 اكس من 2 ل 10. انا عايز اجيب اكس واحده اقسم على الاثنين، وخلي بالك اي عمليه انا هعملها هنا لازم اعملها هنا لازم اعملها هنا، فهقسم على الاثنين في الثلاثه، فيبقى اكس اكبر من او يساوي الواحد واصغر من او يساوي الخمسه. تمام. فيبقى الاكس الفتره من 1 ل 5. انا عايز امثل دي في صوره فتره، والله بسيطه اهي. قوس الفتره في علامه يساوي، يبقى الفتره مقفوله. لو ما كانش في علامه يساوي، لو كان دي اكبر مني بس كده، يبقى الفتره دي كانت هتبقى اوبند مش مقفوله. يبقى من 1 دايما الرقم الصغير اللي بيبقى على الشمال من 1 ل 5. يبقى الفتره من 1 ل 5. من 1 ل 5 دي كمان في علامه يساوي يبقى مقفوله. طب لو انا عايز امثلها على خط الاعداد، وليكن مثلا عايز امثلها على خط الاعداد، خط الاعداد اهو، ادي الواحد مثلا وادي الخمسه، الاثنين كلوزد، يبقى سيركل كلوزد، واشد خط كده، يبقى هي دي على خط الاعداد. ده اول مثال معانا، ويمكن ده اسهل مثال احنا هنحله. تعال نشوف مثال تاني. بسم الله. 5 3 زائد جذر اكس اكبر من او يساوي الخمسة واصغر من او يساوي السبعة. لو عايز احل دي، اول حاجه نفس اللي احنا عملناه في المثال الاولاني، انا عايز اخلي الاكس هنا لوحدها. عشان اخلي الاكس هنا لوحدها عايز اتخلص من الثلاثه دي، احط نفسها هنا بعكس الاشاره، يعني ازود هنا سالب 3 وازود هنا سالب 3 وازود هنا سالب 3. تعالى نعمل، حطيت هنا سالب 3 فالثلاثه طارت مع الثلاثه، فيتفضل لي هنا جذر اكس اكبر من او يساوي 5 سالب 3 زائد 5. سالب 3 زائد 5 كام؟ 2. اكبر من او يساوي 7 ناقص 3 او سالب 3 زائد 7 كام؟ 4. يبقى جذر اكس من 2 ل 4. انا عايز اخليها اكس بس. فاكر لما كنا بنشوف جذر كنت بقول لك ربع الطرفين، بس ما ينفعش اربع هنا ومربعش هنا ومربعش هنا، لازم اربع في الثلاثه. فيبقى الاكس تربيع باكس، الاربعه تربيع ب 16، الاثنين تربيع ب 4، فيبقى الاكس معايا من 4 ل 16. لو عايز اعملها في الفتره في علامه يساوي، يبقى الفترتين هيبقوا مقفولين، الصغير على الشمال من 4 ل 16. طب لو انا عايز امثل ده على خط الاعداد، سهله اهي. قول مثلا دي 4 ودي 16، يبقى دي الفتره، الاتنين كلوزد، يبقى دي الفتره من 4 ل 16. نروح لمثال تاني. بيقول لك 2 ناقص اكس بيقول لك 2 ناقص اكس أصغر من أو يساوي 3 اكس ناقص 2 أصغر من أو يساوي اكس زائد 4. احنا كنا بنعمل دي ازاي؟ هنا كنت بقول لك انا عايز اتخلص من اللي جنب الاكس، فودي الارقام للارقام، او اتخلص من الرقم اللي جنب الاكس وبعدين اشوف هعمل ايه عشان اجيب الفتره. بس انت هنا خلي بالك، احنا في اكس هنا وفي اكس هنا وفي اكس هنا، مفيش حاجه اسمها بقى اقعد اودي الاكسات للاكسات والارقام للارقام والكلام من ده، لان هم ثلاث اماكن، فانا هودي الاكس انهي للاكس انهي والرقم انهي للرقم انهي. ففي الحاله دي بقى بنعمل ايه؟ بناخد دي مره مع نفسها كده، وبناخد دي مره مع نفسها كده. ازاي؟ يعني هاخد دي كانها مساله وهاخد دي كانها مساله. ازاي؟ تعال نشوف، تعال نشوف انت هتفهم. 2 ناقص اكس 3 اكس ناقص 2، خدت الاثنين دول مع بعضهم كده وبعدين هحلهم كمساله، ودي الاكسات للاكسات والارقام للارقام. سالب اكس هيجي لها 3 اكس بعكس الاشاره، فيبقى سالب 3 اكس اصغر من او يساوي. سالب 2 هيجي لها الاثنين بعكس الاشاره، فيبقى سالب 2، فيبقى سالب 3 ناقص 3 اكس اللي هي سالب 4 اكس اصغر من او يساوي سالب 2 ناقص 2 هيبقى سالب 4. انا عايز اجيب اكس واحده واتخلص من السالب، فهقسم على كام؟ على سالب 4. خلي بالك بقى، لما بقسم في سالب او اضرب في سالب في المتباينه بعكس العلامه. ازاي بعكس العلامه دي؟ انا هقسم دلوقتي على سالب 4، هيتفضل لي اكس واحده، العلامه دي كانت بتبص لهناك هتبص لهنا، بدل انت ضربت في سالب او قسمت على سالب. سالب 4 على 4 هيطلع معايا 1، فيبقى اكس اكبر من او يساوي 1، اللي هي دي من ايه؟ اللي هي اكس
اكبر من او يساوي واحد، اللي هو الواحد الصغير اهو على الشمال مقفول عشان فيه يساوي، اي رقم اكبر من الواحد، من واحد لما لا نهايه، يبقى من اكس لما لا نهايه. الما لا نهايه دايما القوس بتاعها مفتوح. تمام. طب لو عايز امثل ده على خط الاعداد بتمثل ازاي؟ اهو خط الاعداد نفترض ان ده الواحد عنده كلوزد عشان فيه يساوي، شد تاني خالص اهو الما لا نهايه اللي هي بوزيتيف انفينيتيف، ما لا نهايه وسالب ما لا نهايه. طيب نشوف مثال تاني. بيقول لك، طب تعالى نكتب المثالين دول جنب بعض عشان المثالين دول ايه حلوين شويه. الاولاني in absolute 2x minus 3 less than or equal 5، والتاني in absolute برضو 2x minus 3 greater than or equal 5، اللي هي القيمه المطلقه. انت لو فاكر العلامه دي احنا كنا بناخدها كان اسمها القيمه المطلقه. بيقول لك 2x minus ناقص 3 اصغر من او يساوي 5، وهنا 2x ناقص 3 اكبر من او يساوي 5. ايه الفرق بين الاثنين بقى؟ المساله دي بقى ما بتتحلش بالطرق الثانيه دي خالص، دي ليها طريقه واختها ده هي بس العلامه ليها طريقه ثانيه. دي بنعمل ايه؟ دي بنقوم منزلين الجزء ده زي ما هو اللي هي 2x ناقص 3، ومنزلين اختها ده زي ما هي، بس حاطين ان هو قبلها لان دي قيمه مطلقه يا جماعه. كانت في الاساس ممكن كانت سالب وممكن كانت موجب، بس علامه القيمه المطلقه دي الزمتك ان هي تطلع بالموجب، فهو حاطط لك الرقم الموجب. فاحنا بقى هنروح نحط الرقم السالب، هنعملها اصغر من او يساوي 5، وهنعملها اكبر من او يساوي السالب 5. بقت مساله معايا نفس اللي كنا بنحلها في الاول. بنمشي معاه بقى في الخطوات. عايز اتخلص من الثلاثه، زود هنا 3، زود هنا 3، زود هنا 3، هيتفضل لي هنا 2 اكس، وهيتفضل لي هنا سالب 5 زائد 3، هيتفضل لي سالب 2، هيتفضل لي هنا 5 زائد 3، هيتفضل لي 8. عايز اتخلص من الاثنين اللي جنب الاكس، اقسم المعادله كلها على الاثنين، هيبقى سالب 1 اصغر من او يساوي اكس اصغر من او يساوي 8. لا 8 هنقسمها على 2 اسف، هتطلع ب4. فهيبقى دي المعادله معايا او دي الفتره معايا. عايز امثل بقى الفتره دي، الشمال الرقم اللي على الشمال دايما هو الصغير، من السالب 1 لحد ال4، الاثنين مقفول عشان في علامتين مساوي. عايز امثل ده على خط الاعداد، تعالى على خط الاعداد، من سالب 1 وهنا ل4، الاثنين كلوزد عشان فيه يساوي، يبقى دي الفتره معايا على خط الاعداد. طيب انت قلت لي دلوقتي ان دي بنحلها بطريقه ودي بنحلها بطريقه ثانيه، دي عملنا ايه؟ دي حطينا سالب 5 قبلها واشتغلنا فيها كمساله عاديه. دي بقى بنعمل ايه؟ دي الموضوع مختلف فيها شويه. دي بنقسمها 2 عشان الاشاره. انت هنا ليه احنا حطينا سالب 5؟ لان انت هنا هتحط اشارتين، فهتبقى الاشارات كده عاديه زي ما شفت احنا عاملين كده ازاي. هو الطبيعي ان ايه؟ ان القيمه دي، يعني هقول لك على حاجه، لو جينا نعمل في دي، لو جينا نعمل في دي نفس دي، فانت هتقوم عامل لي كده سالب 5. هو في رقم في الدنيا، في رقم في الدنيا اصغر من السالب 5 واكبر من الخمسه؟ يعني هي السالب 5 اكبر ولا الخمسه؟ الخمسه. ففي رقم في الدنيا، يعني انا لو جيت قلت لك مثلا انا عايز رقم اصغر من السالب 1 واكبر من الخمسه، ازاي؟ هو اصغر من السالب 1 يبقى هو اصغر من الخمسه كده كده، فما فيش رقم هيبقى في النص، فكده هيبقى في مشكله. فاحنا بنعملها ايه بقى؟ فكك من اللي احنا بنعمله هنا، بنقوم واخدينها كده 2 اكس ماينس 3 زي ما هي كده، وعاملين واحده ثانيه اختها 2 اكس ماينس 3 اصغر من او يساوي، لا بنعكس العلامه بقى، بنعكس العلامه سالب 5. فبنقوم واخدينها قاسمينها 2، لان احنا لو مشينا فيها بالمساله عكسنا كده زي ما انت بتعمل، ما هيبقى مش منطقي ان في رقم اكبر من الخمسه واصغر من السالب 5، مفيش حاجه اسمها كده، فاهمني؟ طيب هنشتغل من الاخر، احفظها وخلاص. بنقسمها لو العلامه، لو الاكس عندي اكبر من بقسمها لاثنين، لو الاكس عندي اصغر من بحط سالب 5 قبلها زي ما احنا عملنا هنا كده، بحط سالب 5 قبلها. طيب
هشتغل في دي لوحدها وهشتغل في دي لوحدها، فيبقى 2 اكس اكبر من او يساوي 8، يبقى الاكس اكبر من او يساوي الاربعة. هنا 2 اكس اصغر من او يساوي سالب 2، يبقى الاكس اصغر من او يساوي سالب 1. طبعا انت عارف انا بعمل ايه دلوقتي، انا هحل انا بسرعه. طيب يبقى هو كده بيقول لك الاكس اكبر من الاربعه. تعال نمثل دي لوحدها اهي. بيقول لك الاكس دي الاربعه مثلا، فبيقول لك الاكس اكبر من الاربعه. طيب وهنا الاكس اصغر من السالب 1. تعال السالب 1 اهو، فهو بيقول لك فين الاكس اصغر من السالب 1، اللي هي من سالب 1. المفروض الفتره دي من سالب ما لا نهايه، سالب ما لا نهايه مفتوح، لسالب 1 مقفول. والفتره دي من 4 ل4 مقفول، لما لا نهايه ما لا نهايه مفتوح. فهذه الفترتين معانا. بعمل ايه بقى؟ باخد التقاطع بينهم. التقاطع بينهم اللي هو ايه؟ لو جيت احط الاثنين تحت بعض هتلاقي التقاطع بينهم من اول الواحد لحد الاربعه. ازاي؟ لا اسف معلش، احنا هناخد الاتحاد بينهم. يعني هناخد الاتحاد بين الفترتين. هو الاتحاد بين الفترتين من المفروض ايه؟ من اول سالب ما لا نهايه لما لا نهايه، فرق الحته اللي في النص. يعني لو جينا نرسم الرسمتين يا جماعه في رسمه واحده، لو جينا نعمل كده في رسمه واحده اهي، لو جينا نعمل هنا السالب 1 اهو، وهنا الاربعه اهو، فهو انا كده انا كل الاعداد معايا ما عدا الحته اللي في النص دي، ما عدا الحته اللي في النص دي. فانا اقدر اعمل ايه؟ اقدر اقول من اول الفتره دي اتحاد الفتره دي، واقدر اعملها بطريقه ثانيه. يعني انا هو المفروض مثلا ان انا لو عايز مجموعه الحل بتاعتها كلها، هقول له الاربعه لما لا نهايه اتحاد، انا عايز اتحاد الفترتين من سالب ما لا نهايه مفتوح، من سالب ما لا نهايه لسالب 1. المفروض هعمل كده، بس انا ممكن اعملها بطريقه ثانيه. هو مش ده معناه ان كل الاعداد معايا ما عدا الحته دي؟ كل الاعداد اللي انا اعرفها معايا ما عدا الحته دي. فانا اقدر اقول له ان الاعداد الحقيقيه كلها، ما هو خط الاعداد ده كله اسمه الاعداد الحقيقيه، فرق الفتره دي اللي هي من سالب 1 ل4. بس خلي بالك سالب 1 و4 مفتوح لان هم معانا هنا، يعني السالب 1 و4 معانا هنا، فالسالب 1 وال4 هيبقوا مفتوحين هنا. سالب 1 و4 يبقوا مفتوحين هنا ليه؟ لان انا بقول له انا عايز كل الاعداد ما عدا الاعداد اللي معايا. هي السالب 1 وال4 في المجموعه الاساسيه معايا، فانا هقول له انا هاخد كل الاعداد ما عدا السالب 1 وال4، من اول سالب 1 لحد الاربعه. السالب 1 وال4 مفتوح لان هم معايا اصلا في الفتره الاساسيه. فاهم ولا انت فاهم اي حاجه؟ تعال نشوف افكار تانية خالص بقى. تعال نشوف افكار تانية خالص. احنا كنا كل اللي احنا بنحله الفتره اللي الحبه اللي فاتت دول، كنا بنحل معادلات كلها من الدرجه الاولى او متباينات من الدرجه الاولى، صح؟ كنا بنحل كلها اس واحد، كنا بنحل كلها ايه؟ اس واحد. تعالى بقى لو نجرب نحل متباينات من الدرجه الثانيه. تقول لي ايه الفرق؟ اقول لك فرق وطريقه واشتغالات ثانيه خالص. تعالى نشوف. اول واحده معانا بيقول لك اكس تربيع ماينس 2 اكس زائد 3 less than or equal 20 11 قصدي. اللي هي من الاخر اكس تربيع ناقص 2 اكس زائد 3 اصغر منها ويساوي 11. بنحل دي ازاي بقى؟ بنحلها غير الطريقه الثانيه خالص. احنا لو كان في المساله الثانيه انت كنت بتقول لي بنودي الاكسات للاكسات والارقام للارقام، عايزين نتخلص من الاكس الطرف لوحدها. طب انت هتعرف دلوقتي تودي الاكسات للاكسات؟ هتقول لي ودي الثلاثه بعكس الاشاره، اقول لك طب انت تعرف تعمل دي؟ هتعرف تتخلص من دي؟ هقول لك لا. هقول لك فدي بنحلها ازاي بقى؟ بنخليها اصغر من او يساوي صفر. دايما بنخلي الطرف ده لازم يساوي صفر. ازاي؟ تعال نمشي فيها. اهو اكس تربيع ناقص 2 اكس زائد 3، هات ال 11 عديها هنا هتعدي بعكس الاشاره، ناقص ماينس 11 او سالب 11 اصغر من او يساوي الصفر. فهيبقى دي الشكل معانا. فعايزين نحطها زي ما هي، اكس تربيع ناقص 2 اكس، 3 ناقص 11 سالب 8 اصغر من او يساوي الصفر. انا عايز احلل دي، عايزين نحلل دي. بتحللها ازاي؟ عددين حاصل ضربهم 8 والفرق بينهم 2. عددين حاصل ضربهم 8 والفرق بينهم 2، اللي هي بتتحلل اكس واكس، اكس واكس
2 و4، ودي سالب يبقى الكبير اللي هياخد اشاره الوسط والتاني عكسه، يبقى دي اللي بتاع المعادله معانا. بنعمل ايه بقى؟ مجموعه حل المعادله معايا كده، انا عرفت ان الاكس لا اما بتساوي -2 يا اما الاكس بتساوي 4. بنروح نعمل ايه؟ ما بنروحش بقى نكتب الفتره، ما هو انت كده ما فيش معاك اكبر من او يساوي، انت كده ما فيش معاك فترات تعملها. هو ده اللي مجموعه الحل اللي احنا جبناها. بنروح نعمل حاجه يا صديقي لو انت فاكرها اسمها بحث اشارات. بحث الاشارات دي كانت بتبقى عباره عن ايه؟ اهي -2 وال4 فين؟ ادي -2 اهي وال4 اهي. انا عايز اجيب الاشارات اللي هنا. فاكر لما كنا بنقولها كده موجب سالب موجب او سالب موجب سالب؟ بس كنا بنعملها بطريقه، الطريقه دي اللي هي ايه؟ اللي انا هروح اجيب رقم ما بين -2 وال4. الاسهل ليك دايما عشان تبحث اشارات، حتى الرقم اللي في النص اللي ما بين -2 وال4، خد اي رقم بينهم وروح عوض بيه في المعادله، شوف هيطلع معاك رقم موجب ولا سالب. ازاي؟ تعال. -2 وما بين -4، تعال ناخد رقم بينهم مثلا وليكن 1. حط الواحد هنا، 1 زائد 2 3. 3 وعوض عن الواحد وحط الواحد هنا، 1 ناقص 4 -3. اي رقم موجب في رقم سالب هيطلع رقم سالب، يبقى في النص سالب، يبقى في النص الاشارات سالب تلقائي. ده سالب يبقى ده موجب وده موجب، طب لو ده موجب يبقى ده سالب وده سالب. احنا بنمشي دايما ايه؟ موجب سالب موجب سالب موجب سالب، بتبقى مختلفه. يعني انت بتمشي تعكس، هنا موجب يبقى دي سالب يبقى دي موجب، هنا سالب يبقى دي موجب يبقى دي سالب، بتمشي كده. طب دي في اللي في النص سالب يبقى اللي على الاطراف تلقائي موجب. يبقى انا كده بحثت اشارات، عرفت ان اللي على الاطراف موجب واللي في النص سالب. طب انا ببحث اشارات ليه اصلا؟ عشان اعرف اصلا انا هاخد الارقام السالبه ولا الارقام الموجبه. طب انا هعرف منين؟ من العلامه دي. هو بيقول لك المعادله دي اصغر من او يساوي الصفر. ايه اللي اصغر من الصفر؟ السالب. ايه الارقام اللي اصغر من الصفر؟ الارقام السالبه. يبقى انا هاخد الفتره السالبه. طب لو كان قال لي اكبر من او يساوي الصفر كنت هاخد الارقام الموجبه اللي هي من 4 لما لا نهايه، ومن -2 لسالب من سالب ما لا نهايه لسالب 2. هاخد الاتحاد دول، او هاخد كل الاعداد فرق الحته دي. طب دلوقتي العلامه اصغر اكبر من او يساوي الصفر، المعادله اصغر من او يساوي الصفر، يبقى انا هاخد الارقام السالبه. يبقى انا هاخد الفتره من اول -2 لحد ال4. طب -2 وال4 معانا ولا مش معانا؟ معانا، لان في يساوي. يبقى انا هاخد الفتره من -2 ل4. بس -2 وال4 ثواني. -2 وال4 معانا ماشي عشان في يساوي. دي الفتره معايا. عايز تمثلها على خط الاعداد؟ احنا مثلناها، بطل غباء بقى. يعني هتوصل دي كده ومقفول، ففي علامه مقفول هنا اهي. دي الفتره معايا. تمام. حل واحده تانية. احنا كده عرفنا ازاي لو متباينه من الدرجه الثانيه بنروح نعمل حاجه اسمها بحث اشارات. تعال نحل فكره تانية. اكس تربيع زائد 4 اكس زائد 3 أكبر من أو يساوي 15 أصغر من 15. يلا نشتغل بنفس الطريقة. أنا عايز أخلي الجزء ده، قلت لك لازم الجزء ده تخليه صفر، صفر الجنب ده. فأنا هعمل إيه؟ إكس تربيع زائد 4 إكس زائد 3 شقلب ال 15 على الناحية التانية لأختها، ماينس 15 أو ناقص 15 أصغر من الصفر. كده عملنا أول خطوة. تعالى نشتغل بقى في المعادلة نشوف هنعمل فيها إيه. 3 ناقص 15 سالب 12، يبقى إكس تربيع زائد 4 إكس ناقص 12 أكبر من أو يساوي الصفر. عددان حاصل ضربهم 12 والفرق بينهم 4. عددان حاصل ضربهم 12 إكس وإكس، العددان إكس وإكس، والفرق بينهم 4 اللي هي الاتنين والستة. دي سالب يبقى الكبير هياخد إشارة الوسط والتاني عكسه. دي سالب يبقى الكبير هياخد إشارة الوسط والتاني عكسه. يبقى كده هي معايا إيه؟ مجموعة الحل هتطلع معايا إيه؟ إكس بيساوي 2 وادي الاتنين بعكس الإشارة، إكس بيساوي 2، وهنا إكس بيساوي -6 وادي الستة بعكس الإشارة فهيبقى -6. طيب هروح ابحث اشارات. ارسم خط الاعداد الجميل حبيب قلبي. يلا. من 2 ادي الاتنين وادي -6. اخد رقم في النص بينهم وليكن مثلا 1. 1 ناقص 2 ب-1. 1 زائد 6 ب7. سالب زائد ويبقى اللي في النص سالب، واللي على الاطراف المحترمين دول موجب. طيب اروح بقى احدد انا هاخد السوالب ولا الموجب. ده اللي هيحدده العلامه. بيقول لك دي اكبر من الصفر يبقى انا هاخد الارقام الموجبه. قال لك العلامه دي المعادله اكبر من الصفر. ايه الارقام اللي اكبر من الصفر؟ الارقام الموجبه. يبقى انا مش عايز السوالب وانا عايز الارقام الموجبه. يبقى انا هاخد من الاثنين للما لا نهايه ومن السالب ما لا نهايه للسته.
يبقى مجموعة الحل بتاعتي أو المتباينة بتاعتي هتبقى إيه؟ من سالب ما لا نهاية، سالب ما لا نهاية مفتوح للستة، والستة مقفول ولا مفتوح؟ في يساوي؟ مفيش يساوي، يبقى الستة كمان مفتوح. اتحاد، دي علامة الاتحاد. من 2 لما لا نهاية، الاتنين مفتوح برضه لأن مفيش علامة يساوي. من 2 لما لا نهاية، والما لا نهاية دايما مفتوح. دي مجموعة الحل بتاعتي. أو ممكن أقدر أقول له هياها مجموعة الأعداد الحقيقية اللي هي R. وعلى فكرة أنت هتفهم شوية مجموعة الأعداد الحقيقية والحوارات دي قدام شوية وإحنا بنشرح الدومين ان شاء الله، اللي هي ار فرق الحته دي، فرق من سالب 6 ل 2. سالب 6 و2 مقفول ليه؟ لان الجزء ده معانا في اللي فوق، الجزء ده مش معانا في اللي فوق يبقى معانا في اللي تحت، مش معانا في اللي فوق يبقى معانا في اللي تحت. يعني انا مش عايزه معايا تحت. فاهم؟ يا رب تكون فاهم. تعال نشرح بقى مثال اخير. تعال نشرح مثال اخير. تعال نشرح دي. مثلا بيقول لك 1 على x ناقص 2، لا بلاش دي. تعال نشرح دي الأول. 9 أصغر من x تربيع. عايزين نحل دي بقى هنحلها ازاي؟ احنا كل اللي كنا بنحله كانت المعادلة متباينة من الدرجة الثانية بس في طرف لوحدها. يعني دي في طرف لوحدها، دي متباين، دي كانت معادلة مثلا اللي هو مربع كامل، ودي مربع كامل، والكلام الجميل ده كله. عايزين نحل دي بقى. هنعمل زي ما كنا بنعمل في اللي فات، هناخد دي نقسمها كده، وناخد دي نقسمها كده، هناخد دول مع بعض وهناخد دول مع بعض. طب تعالى ناخد، تعالى ناخد. احنا عندنا حاجه غير ان احنا ناخد 9 اصغر من اكس تربيع. انا عايز اجيب اكس واحده، هاخد الجذر. بس خلي بالك خلي بالك خلي بالك، اي جذر لحاجه تربيع بتطلع بالقيمه المطلقه لاكس، بتطلع بابسوليت اكس. فانا هطلعها هنا بابسوليت اكس، فيبقى القيمه المطلقه لاكس اصغر من الثلاثه. فاكر بقى احنا كنا بنعمل ايه؟ لما كانت الاكس اكبر، احنا مسحناها. لما كانت الاكس اكبر كنا بنحط قبلها، لما كانت الاكس بتبقى اكبر كنا بنحط ايه؟ بنعملها مرتين، بنقسمها مرتين كده. تعالى نبص، تعالى نعمل الناحيه الثانيه برضو هي كمان الاول عشان احطهم لك جنب بعض وتفهم. فهيبقى اكس تربيع صغير من او يساوي ال 16، هاخد جذر، هيبقى الاكس القيمه المطلقه الاكس صغير من او يساوي الاربعه. احنا عملنا ايه؟ قلت لك اي جذر لحاجه تربيع بتطلع بالقيمه المطلقه بتاعتها، فهطلعها هنا بالقيمه المطلقه بتاعتها اللي هي الابسوليت بتاعتها. طيب انا كنت بعمل ايه؟ كنت بقول لك لو الشكل كده، لو اكس اصغر من او يساوي بحط قبلها اخد الرقم ده بعكس الاشاره، فبحط هنا -4 بشتغل في المساله. طب لو كانت كده بعملها مرتين، مره كده ومره اعكس الاشاره واخليها بالسالب. ازاي؟ تعال نفكرك تاني. تعال نشتغل دي الاول. دي كنت بقول لك قوم شايل القيمه المطلقه وحط قبلها نفسها بعكس اشارتها، فيبقى الاكس من -4 ل 4. فالفتره معايا اهي من -4 ل 4 مقفول عشان في يساوي. طب دي كنا بنعملها ازاي؟ كنا هنقسمها 2، مره 3 اكبر من اصغر من الاكس، -3 اكبر من الاكس، وكنا بنشتغل كده. فيبقى معايا منين الفتره دي؟ منين؟ من 3 الاكس اكبر من الثلاثه، فهنا معايا من 3 لما لا نهايه ومفيش يساوي، الاثنين مفتوحين. وهنا من سالب ما لا نهايه، من سالب ما لا نهايه لسالب 3، والاثنين مفتوحين برضه عشان مفيش يساوي. دي الفتره معايا. وبعدها اروح اعمل ايه بقى؟ هروح اخد الاتحاد بينهم. فهاخد الاتحاد، او بص تعالى نرسمهم على خط الاعداد كلهم. تعالى اول حاجه من -4 ل 4، ودي من 3 لما نهايه، ادي من 3، دي من 3 لما لا نهايه، من 3 لما لا نهايه، دي فترة. ومن -3، دي من -3 لسالب ما لا نهاية، ومن سالب ما لا نهاية ل3، ودي من 4 ل 4. أنا هاخد إيه؟ هاخد التقاطع بينهم. استنى بقى هقول لك أنا هاخد إيه. ناخد المشترك بينهم.
الحته اللي مشتركه بينهم كلهم، بص 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 بص، ديت مشتركه من سالب 4 ل 4 بس مش مشتركه من 3 والسالب 3، والحته دي كلها في الثلاثه وفي السالب 3 بس مش موجوده في الاربعه ولا 4. الحتتين الوحيد المشتركين بينهم كلهم هم من الثلاثه ل 4 ومن السالب 3 للسالب 4. يعني انا اقدر اقول له ان المجموعه بتاعتي او الفتره بتاعتي اللي معايا من سالب 4، السالب 4 معايا ولا مش معايا؟ السالب 4 معايا بس سالب 4 مقفول، للسالب 3 السالب 3 مش معايا بس سالب 3 مفتوح. اتحاد من الثلاثه ما كانتش معايا للاربعه، الاربعه كانت معايا. يبقى هي دي الفتره اللي معايا. اللي انا عملته ان انا اشتغلت في المساله بتطلع بالقيمه المطلقه، طلعتها مره كده وحطيت السالب 4 قبلها، وطلعتها مره بالطريقه الثانيه اللي احنا بنقسمها لاثنين، مره بنعملها اكبر من الثلاثه ومره بنعملها اصغر من السالب 3، واشتغلنا في المساله عادي. وبعدين رحنا رسمناها مع الخط الاعداد، شفنا المشترك بين كل الفترات دي. المشترك بين كل الفترات دي ايه؟ دي ودي، او المشترك بين المعادلتين دول ايه؟ الحتتين دول، فخدناهم اتحاد بعض، وهي كده كده مجموعه الحل معايا. دي تقريبا احنا قلنا لك كل الاكزامبلز اللي ممكن تجي لك على الانكواليتيز تقريبا، يعني ما اعتقدش في مثال تاني ممكن يجي لك ايا كان جامعتك ايه. نخش يا صديقي العزيز على الريال فانكشن. نيجي يا صديقي بعدها لحاجه اسمها الريال فانكشن اللي هي الدوال الحقيقيه. ازاي اعرف اي معادله هو مديها لي او اي رسمه هو مديها لي هي داله او لا؟ اول حاجه من شروط الداله، حاجه مهمه انت المفروض تكون عارفها من شروط الداله، ان كل قيمه في اكس تقابلها قيمه واحده في واي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه كل قيمه في اكس تقابلها قيمه واحده في واي؟ تعال ناخد معادلتين ونشوف. اول حاجه مثلا لو جيت قلت لك واي تربيع بيساوي اكس، انا عشان اجيب قيمه الواي واحده باخد جذر الطرفين، فاخد جذر الواي تربيع وجذر الاكس، فهيبقى جذر الواي تربيع بواي. جذر الاكس لو كان مثلا لو عوضنا على الاكس باربعه، لو عوضنا على الاكس باربعه، لو عوضنا مثلا على الاكس باربعه، فهناخد جذر الطرفين، فهيبقى الواي بيساوي موجب او سالب 2. فكده في كام قيمه الاكس بتقابلها قيمه في واي؟ قيمتين، يبقى دي ليست داله. طب تعالى مثلا نبص على حاجه ثانيه، لو جيت قلت لك واي بيساوي اكس زائد 2، روح عوض عن الاكس باي قيمه، عوض عن الاكس بواحد مثلا، فيبقى الواي بيساوي 1 زائد 2 هيبقى بيساوي 3. كل قيمه في اكس بتساوي قيمه واحده في واي، يبقى تمام دي داله. كل قيمه في اكس تساوي قيمه واحده في واي، لا ليست داله. طب تعالى نشوف على الرسم، تعالى مثلا نشوف الرسمه المعتاده اللي احنا عارفينها. لو جيت قلت لك مثلا اكس بيساوي 2 والواي بيساوي 2، تعالى الاول قبل ما اقولهم لك تعالى نبص على حاجه كده. لو مثلا عندك رسمه زي دي، دي داله. ايه اللي عرفني ان هي داله؟ والله العظيم لو جيت ابص كده، بص، كل قيمه في اكس بتقابلها قيمه واحده في واي. يعني مثلا دي 1 2 3 4 5 6 7، 1 2 3 4 5 6 7، دي اكس، دي سالب اكس، دي واي شرطه او دي اكس شرطه، ودي واي. دي بيبقى اسمها الاكس اكسس على محور اكس. كل قيمه على محور اكس بتقابلها قيمه واحده على محور واي، على محور واي. عندما والله العظيم الاكس بواحد الواي باثنين، عندما الاكس باثنين الواي بثلاثه، عندما الاكس بثلاثه الواي باربعه، عندما الاكس باربعه الواي بخمسه. يعني المفروض تكون مظبوطه عن كده يعني، بس هو المفروض ان دي داله، فكل قيمه في اكس بتقابلها قيمه واحده في واي، هي دي الداله. فانا لو عايز ارسم الرسمتين دول، يعني انا لو عايز ارسم الرسمه دي واي بيساوي 2، واي بيساوي 2 هو خط بيقطع محور واي عند الاثنين. يعني الواي فين؟ الاثنين عند الواي اهي، يبقى دي رسمه واي بيساوي 2. طب دي داله ولا مش داله؟ هو احنا ازاي اصلا يا جماعه بنعرف هي داله ولا مش داله على الرسم؟ بنعمل حاجه اسمها فيرتيكال لاين، خط راسي. بنعمل اي خط راسي نشوفه هيقطع محور اكس في كام نقطه. يعني لو عملنا اي خط راسي هي قيمه واحده للاكس، لو عملنا اي خط راسي هي قيمه واحده للاكس، هنا في 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 قيمه واحده للاكس.
كل دي عند قيمه واحده لاكس، فواي بيساوي 2 دي هي خط افقي على محور واي بيقطع الاثنين. طب عشان اعرف هي داله ولا مش داله بقعد اعمل اي خط راسي اسمه فيرتيكال لاين، اي خط راسي عشان اعرف دي فانكشن ولا مش فانكشن. لو قطع اكس باكتر من نقطه يبقى دي ليست داله، لو قطعها في نقطه واحده يبقى دي داله. يبقى واي بيساوي 2 دي قطعها في كلها في نقطه واحده يبقى دي داله. طب تعالى نرسم اكس بيساوي 2. اكس بيساوي 2 هو يبقى خط راسي بيقطع الاثنين من عند الاثنين، فيبقى عامل كده. هي دي المعادله بتاعت اكس بيساوي 2. واحد قال لي طب تمام انت ايه اللي اعمل اي خط راسي، فانا هعمل اهو خط راسي مفيش حاجه، خط راسي مفيش حاجه، خط راسي بقطع الاكس في عدد ما لا نهائي من النقط. ازاي؟ دي الاكس بيساوي 2 صح؟ دي الاكس بيساوي 2 صح؟ عند الاكس بيساوي 2 عند الاكس بيساوي 2 الواي بيساوي 1، عند الاكس بيساوي 2 الواي بيساوي 2، عند الاكس بيساوي 2 الواي بيساوي 3، عند الاكس بيساوي 2 الواي بيساوي 4. فاهم؟ فشوف دي كلها قيم للاكس على محور واي، ففي كل قيمه الاكس قابلها اكتر من قيمه، قابلها عدد لا نهائي من القيم في واي، فدي ليست داله. طب تعالى نشوف امثله، يعني امثله حلوه وبعدها هنفهم اكتر ان شاء الله. احنا قلنا على الرسم بنعرفها ازاي، بنعمل فيرتيكال لاين خط راسي، خط راسي ونشوف هيقطع محور اكس في كام نقطه. تعال نشوف مثلا كام رسمه كده. لو جبت لك دي مثلا، دي رسمة يا جماعة جذر اكس، بس دي معمولة انفيرس. اسمع لنا دلوقتي، هنعرف كل ده دلوقتي. اكس ماينس واي ماينس تعال نشوف شكل تاني. عايزين نشوف كل رسمه من الرسومات دي فانكشن ولا مش فانكشن. انت ايه اللي والله العظيم يا عم ماجد ان انا بروح اعمل خط راسي فيرتيكال لاين واشوف هيقطع الداله في كام نقطه، هيقطع الداله في كام نقطه، فانا اروح اشد خط راسي اهو اقطع الداله في كام نقطه ونقطتين. اي خط راسي اصلا هيقطع الداله في نقطتين. وخد في بالك هو مش شرط ان يقطع الداله في نقطتين في كل حته، هو عادي ممكن تعمله في 20 حته ما يقطعهاش في نقطتين ويجي في حته واحده قطعها في نقطتين خلاص دي ليست داله. بس هنا اي حته انت هتعمل فيها هي دي ممتده ودي ممتده، اي حته انت هتعمل فيها خط راسي هتقطعه في كذا نقطه يبقى دي ليست فانكشن. طب نيجي هنا، والله العظيم لو عملت كده قطعها في نقطه واحده، عملت كده قطعها في نقطه واحده، عملت كده قطعها في نقطه واحده، عملت هنا قطعها في نقطه واحده، عملت هنا قطعها في نقطه واحده. طب بص هنا قطعها في عدد لا نهائي من النقط، ده خط مستقيم، ففي اي حته في الداله هو قطعها في نقطه واحده، فهي لحد هنا احنا كنا هنحسبها داله، انا كنت هقول لك هي داله واضحك عليك، بس هنا قطعها في عدد لا نهائي من النقط. يعني لو نفترض ان الاكس هنا بثلاثه، عند الاكس بثلاثه الواي بواحد، عند الاكس بثلاثه الواي باثنين، عند الاكس بثلاثه الواي بثلاثه، في قيمه الاكس بتقابلها عدد لا نهائي من النقط في واي. تمام؟ يبقى دي كمان ليست داله. طب تعالى نشوف هنا، لو شديت اي خط راسي في اي حته ده مش مستقيم، ده انا عامله مش مستقيم ماشي، لو شديت اي خط راسي في اي حته مش هيقطعها، هيقطعها في نقطه واحده، يبقى دي الداله. فانا اختصارا اعرف منين ان هي داله ولا مش داله؟ اشوف هيقطع الداله في كام نقطه، هشوف اعمل اي خط راسي اشوف هيقطع الداله في كام نقطه، قطعها في نقطه واحده يبقى زي الفل وهي داله، قطعها في اكتر من نقطه يبقى دي ليست داله. طيب تعال بقى نخش للحاجه الحلوه بقى اللي هنقعد نشرح فيها حبه حلوين ويطلع عنا فيها. تعال نخش على الدومين. نيجي بعدها حبيب قلبي للدومين اللي هو المجال. المجال ده اللي هو ايه؟ اللي هو والله العظيم يا عم ماجد الانبوت، القيم اللي انا بدخلها،
القيم اللي انا بدخلها للداله الاف اوف اكس، اللي هو في نفس الوقت قيم محور اكس، القيم اللي موجوده على الاكس اكسس اللي هو قيمه اكس، فدي كلها المجال. طب المجال ده اللي هو من الاخر اللي هو الفتره اللي انا اقدر اعوض بيها او بعوض بقيمها عن الاكس عشان احل المعادله بتاعتي، او عشان المعادله بتاعتي هتبقى معادله تمام ما فيهاش مشاكل. طيب عشان اعرف اجيب الدومين في اشكال كده ثابته عايزك تحفظها. اول حاجه الدوال البولي نوميال، دي اسمها دوال كثيره الحدود. بيبقى شكلها ايه؟ بيبقى شكلها ايه؟ اف اكس اس 2 اس ان زائد ايه اس ان ناقص 1 زائد ايه اكس اس ان ناقص 2، اللي هي الداله دي. هي اي داله من الاخر دي اسمها داله كثيره الحدود، اللي هي فيها ايه؟ فيها شويه حدود شبه بعضها موجوده جنب بعض، مش شرط تكون على نفس النهج. انا عايز اعرفك بس ان دي اسمها داله كثيره الحدود. يعني اكس تربيع زائد اكس زائد 5 زائد 2 اكس، دي داله كثيره حدود. طب دي لازمتها ايه بقى البولينوميال دي؟ البولينوميال دي دايما المجال بتاعها الدومين بتاعها اكس تنتمي لار مجموعه الاعداد الحقيقيه اللي هي الريال نمبر. دايما دي اكس تنتمي لار مجموعه الاعداد الحقيقيه اللي هي الريال نمبر. دي عباره عن ايه البولينوميال؟ اي شويه حاجات شبه بعضها محطوطه جنب بعض، اكس تربيع زائد 2 اكس زائد 3 اكس، اكس تربيع زائد 2 اكس تربيع بس، اكس تكعيب بس، اي حاجه حدود شبه بعضها من الاخر ما فيهاش اي لعب، دي اسمها بولينوميال. فدايما المجال بتاعها او الدومين بتاعها ار. نيجي بعدها لتاني حاجه وهي الداله الكسريه. الداله الكسريه دايما لو انت فاكر كنا بناخد حاجه كده في الاعدادي كان بيقول لك ح فرق اصفار المقام. طب اصفار المقام دي اللي هي ايه؟ اللي هي باخد المقام بساويه بالصفر. هو الغرض اصلا من اصفار المقام ايه؟ ان انا مثلا لو جايب لي داله زي كده 3 اكس زائد 2 على اكس ناقص 2، لو انا جيت عوضت باي رقم، ما عملتش ح فرق اصفار المقام، عوضت باي رقم، فانا جيت مثلا عوضت بالاثنين، فيبقى 2 ناقص 2 بصفر، هيبقى القيمه دي على صفر. اي حاجه على صفر undefinable غير معرفه، مفيش حاجه اسمها رقم على صفر، اي حاجه على صفر undefinable غير معرفه. فعشان كده انا بقول له انا اعوض بكل الارقام ما عدا الرقم اللي ممكن يخلي المقام بصفر، لان ما ينفعش المقام تبقى بصفر. فدايما في الداله الكسريه اي داله شكلها كده كسر بقول له دايما المجال بتاعي ح اللي هي الار فرق الدومينيتور زيرو. دومينيتورز زيرو اصفار المقام، مقام يعني دومينيتور، مقام يعني دومينيتور، اصفار المقام دومينيتور زيرو. طب البسط نوميريتورز، طيب اللي هي ايه؟ دومينيتورز زيروز، اللي هي ار فرق الدومينيتورز زيرو. دي لو داله كسريه. طب نيجي بعدها لداله الجذر، الداله اللي هي بيبقى فيها جذر. لو الجذر اول حاجه خلي بالك دي حاجه انت لو فاكر كنا بنقول عليها اسمها الدليل، الرقم اللي بيبقى هنا لو جذر تربيعي يبقى الدليل بتاعه 2، لو جذر تكعيب يبقى الدليل بتاعه 3، لو جذر اس 4 يبقى الدليل بتاعه 4، يبقى الرقم اللي هنا اسمه دليل. دايما لو الدليل فردي، لو الدليل فردي يعني لو الدليل هنا 2، او على فكره لو ما فيش حاجه يبقى الدليل 2، الجذر التربيعي ما بيبقاش مكتوب عليه حاجه. انما لو 3 دليل فردي، لو 5 دليل فردي. بدام الدليل فردي يبقى المجال بتاعي الاعداد الحقيقيه. طب لو الدليل زوجي، لو الدليل زوجي المجال بتاعي هيبقى بيساوي ايه؟ هيبقى بيساوي هاخد الرقم اللي هنا لو الدليل زوجي اهو، خلينا نكتب لو الدليل زوجي باخد الرقم اللي هنا اللي هو الحاجه اللي هتبقى موجوده هنا دي ولازم اخليها اكبر من او يساوي الصفر. طب ليه برضه؟ لان لو الدليل زوجي، لو ده جذر تربيعي والرقم اللي هنا طلع بيساوي صفر، انا عايزه اخليه اكبر من او يساوي الصفر، فلو طلع اصغر من الصفر فهيطلع رقم سالب، لو طلع صفر مفيش مشكله جذر الصفر بصفر. طب لو طلع رقم سالب مفيش حاجه اسمها جذر تربيع العدد سالب. كنت انت خدتها في الاعداد المركبه بس مفيش اعداد مركبه دلوقتي، مالناش دعوه بالاعداد المركبه، مفيش جذر تربيع العدد سالب. فلو انا خدت الرقم اللي هنا وحطيت عوضت باي رقم فنفترض ان اللي تحت هنا طلع رقم سالب، مفيش حاجه اسمها كده، هيبقى عند فين ابو برضه مفيش حاجه اسمها كده. مفيش حاجه اسمها جذر تربيعي العدد سالب او جذر اس 4 على العدد سالب، اي رقم زوجي ما ينفعش يطلع من تحت الجذر عدد سالب. تمام؟ وهتفهم ده برضه في الحل. هي دي تقريبا الثلاث اشكال الثابته، بس في اشكال يعني هتقابلنا في الحل اكتر هنفهمها ان شاء الله سوا. تعال نشوف شويه امثله. افتكر بقى الحاجات دي ورب تكون كتبتها عشان نبدا نحل. يلا يا عم. المثال الاولاني
بيقول لي اف اوف اكس بيساوي اكس تربيع زائد 2. دي داله كثيره حدود، في شويه حاجات شبه بعضها جنب بعض صح؟ يبقى تلقائي الدومين بتاعي الاكس تنتمي لار. نروح للي بعدها. بيقول لك اف اوف اكس بيساوي 3 على 2 اكس اس 4 ناقص 3 اكس تكعيب زائد نص اكس ناقص 2. تمام. دي من غير بقى ما تقعدش تتخض من الشكل بقى، انا عايز دلوقتي تجيب لك الدومين. هو بيقول لي دلوقتي هو السؤال هو عباره عن ايه؟ ديترماين دومين. تمام. فهو دلوقتي دي داله كثيره حدود، اروح اكتب له على طول الاكس تنتمي لار. الدومين بتاعي اكس تنتمي لار، دي داله كثيره حدود فالدومين بتاعي اكس تنتمي لار. نشوف مثال تاني. اف اوف اكس بيساوي اكس على اكس ناقص 3. والله العظيم يا عم ماجد دي داله كسريه. طب الداله الكسريه دي كنا بنعمل فيها ايه؟ قلت لي الداله الكسريه دي هي عباره عن ار فرق الدومينيتور زيرو، او ار ح فرق اصفار المقام. ار فرق اصفار المقام يعني المفروض المقام يساوي بالصفر، فيبقى اكس ناقص 3 بيساوي صفر، يبقى اصفار المقام بيساوي ايه؟ اكس بيساوي 3. يبقى اصفار المقام هي عباره عن ايه؟ اكس بيساوي 3. يبقى المجال بتاعه هو عباره عن ايه؟ الدومين اكس تنتمي لار الاعداد الحقيقيه فرق الدومينيتور زيرو اصفار المقام اللي هو الثلاثه. يبقى ده المجال بتاعي. مثال تاني. اف اوف اكس بيساوي اكس ناقص 2 على اكس تربيع زائد 3 اكس ناقص 4. دي برضه يا عم ماجد انت قايل لي ان دي داله كسريه، فالداله الكسريه عباره عن ايه؟ ح فرق اصفار المقام او ار فرق الدومينيتور الزيرو. طب هاخد المقام اساويه بالصفر، قلت لك يلا اكس تربيع زائد 3 اكس ناقص 4. هحلل دي عباره عن ايه؟ بيقول لي عددان حاصل ضربهم 4 والفرق بينهم 3 اللي هي عباره عن كام؟ 1 في 4، فيبقى اكس واكس 1 و4. دي سالب يبقى الكبير ياخد اشاره الوسط، يبقى دي موجب ودي سالب. يبقى عباره عن ايه؟ المجال بتاعي ار فرق، ما هي هنا هيطلع ايه؟ هتودي الواحد بعكس الاشاره، فيبقى الاكس بيساوي 1 والاكس بيساوي سالب 4. يبقى اصفار المقام بتاعتي 1 وسالب 4، يبقى ار فرق الواحد والسالب 4. القوس ده على فكره مش شرط تكتب الصغير في اليمين والشمال، القوس ده تحط الارقام في الطريقه اللي انت عايزها فيه، القوس المجموع يعني. نشوف مثال تاني. f of x بيساوي x ناقص 2 على x تربيع زائد 1. دي دالة كسرية مجالها ح ار فرق الدومينيتور زيرو او ح فرق اصفار المقام، فاخد دي اساويها بالصفر، فيبقى x تربيع زائد 1 بيساوي الصفر، فيبقى x تربيع بيساوي سالب 1. يبقى الاكس بيساوي جذر السالب 1. مفيش حاجه اسمها كده، يبقى انديفاينبل. يبقى المجال بتاعي هي كل الاعداد الحقيقيه عادي، مفيش رقم ممكن احطه يصفر المقام، مفيش رقم ممكن احطه يصفر المقام. او كده كده اعرفها بدل في الاكس اللي في المقام متربعه، يبقى كده كده انا اي رقم سالب احطه، اي رقم في الدنيا احطه مش هيصفر المقام. تمام، اي رقم في الدنيا احطه مش هيصفر المقام، لان هي دي اكس تربيع واللي في النص بينهم موجب. يعني نفترض حطينا 1 تربيع زائد 1 2، حطينا 20. اللي كان ممكن يصفر مقام لو دي اكس بس، فانا حطيت سالب 1 في سالب 1، انا حطيت سالب 2 مثلا، في سالب 2 زائد 1 سالب 1، فدي بقت بتاع. انما انا بما اني حطيت التربيع ده، فانت اي رقم سالب هتدخله للتربيع التربيع هيشيله، فهو كده كده اصلا ما فيش اي حاجه تصفر المقام. فالمجال بتاعي هي جميع الاعداد الحقيقيه اللي هي الريال نمبرز. نشوف مثال تاني. f of x
بيساوي جذر اكس ناقص 2. طب تمام، اكس ناقص 2. اول حاجه بروح ابص عليها الدليل فردي ولا زوجي؟ الدليل زوجي، بدل ما فيش حاجه يبقى دي اس 2، يبقى الدليل زوجي، يبقى انا لازم اللي جوه اللي تحت الجذر ده يبقى اكبر من الصفر، فاقول له اكس ناقص 2 اكبر من او يساوي الصفر، فهيبقى الاكس اكبر من او يساوي 2. لحد دلوقتي تمام. يبقى الاكس معايا فتره من 2 لما لا نهايه. الما لا نهايه دايما مفتوح والاكس مقفول لان دي معايا، فهي دي المجال بتاعي. يبقى الدومين بتاع الاكس تنتمي ليه؟ من 2 لما لا نهايه. تعال نشوف فكره ثانيه. بيقول لك اف اوف اكس بيساوي الجذر التكعيبي ل 2 اس اكس 2 اكس ناقص 1. دي المجال بتاعها بيساوي ايه؟ اروح ابص على الدليل فردي ولا زوجي؟ الدليل فردي، يبقى المجال بتاعي ار. هو ليه الدليل فردي المجال بتاعي ار؟ لان انا لو حطيت رقم سالب في الجذر التكعيبي عادي، يعني لو لو جذر التكعيبي بسالب 8 هيطلع بسالب 2 عادي. الجذر التكعيبي ما بيشيلش السالب، الجذر التكعيبي ما بيشيلش السالب. الجذر التربيعي هو اللي ما ينفعش تحط تحته سالب، او الجذر التكعيبي ملوش دعوه بالسالب، ما بيتدخلش، ملوش دعوه بالسالب. الجذر التربيعي هو اللي رخم، ما بيحلش سالب. فهو دلوقتي الدليل فردي، يبقى خلاص اكس تنتمي لار، ده الدومين. تعال نشوف مثال تاني. اف اوف اكس بيساوي جذر 4 3 ناقص اكس. الدليل زوجي ولا فردي؟ الدليل زوجي، يبقى لازم اللي تحت هنا يبقى اكبر من او يساوي الصفر، فهيبقى 3 ناقص اكس اكبر من او يساوي الصفر، يبقى سالب اكس اكبر من او يساوي سالب 3. انا عايز اجيب الاكس اضرب في سالب، بس خلي بالك انا لسه قايلها لك في الانكواليتيز، من شويه. ضربت في سالب قسمت على سالب شقلب الاشاره، شقلب العلامه. ضربت في سالب قسمت على سالب شقلب العلامه، فاكس ضربت في سالب شال السالب، اعكس العلامه بقى يا حبيب قلبي في 3، يبقى الاكس اصغر من او يساوي 3. يبقى الاكس من اول كام؟ من اول سالب ما لا نهايه لحد الثلاثه، والثلاثه مقفول عشان فيه يساوي. مثال تاني الاف اوف اكس بيساوي اكس ناقص 2 على اكس تربيع ناقص 3 اكس زائد 2. دي هعمل ايه؟ دي داله كسريه، يبقى المجال بتاعها ار فرق الدومينيتور زيرو. هاخد هاخد المقام ده واروح اساويه بالصفر، هيبقى اكس تربيع ناقص 3 اكس زائد 2 بيساوي الصفر. دي داله بيقول لك عدان حاصل ضربهم 2 ومجموعهم 3، عدان حاصل ضربهم 2 ومجموعهم 3، اكس واكس 2 و1. الفرق العلامه دي موجب، يبقى الاثنين هياخدوا اشاره الوسط، يبقى الاثنين سالب، فيبقى اكس بيساوي 2 واكس بيساوي 1. يبقى دي اصفار المقام بتاعتي. يبقى المجال بتاعه عباره عن ايه؟ ح فرق ار فرق الدومينيتور زيرو اللي هو الاثنين والواحد. تمام كده؟ تمام. نشوف مثال تاني. تعال نشوف مثال تاني. جذر، او تعال نكتبه هنا مثلا اف اوف اكس بيساوي جذر اكس تربيع ناقص 4. اروح اشوف الدليل فردي ولا زوجي؟ الدليل زوجي، يبقى لازما اللي جوه الجذر يبقى اكبر من او يساوي الصفر، يبقى اكس تربيع ناقص 4 اكبر من او يساوي الصفر، يبقى الاكس اكبر من او يساوي الاربعة، الاكس تربيع، يبقى الاكس اكبر من او يساوي موجب او سالب 2. خلي بالك بقى من اللي انا هعمله هنا دلوقتي ده بقى. الاكس هنا اكبر من او يساوي الاثنين، يبقى الاكس مره اكبر من او يساوي الاثنين، والاكس مره اكبر من او يساوي السالب 2. فالاكس من 2 لما لا نهايه، ومن سالب ما لا نهايه ل2. فالاكس هي عباره عن ايه؟ اي حاجه اكبر من او يساوي الاثنين. ايه اللي اكبر من الاثنين؟ من 2 لما لا نهايه، فالفتره من 2 لما لا نهايه، والما لا نهايه مفتوح. اتحاد
ما انا عايز الاثنين، عايز الدومين بتاع الاثنين مع بعض. فاتحاد اكس اكبر من او يساوي السالب 2، يعني من سالب ما لا نهايه للاثنين، والاثنين مفتوح والاثنين مقفول عشان في يساوي. فهو ده المجال بتاعي. انا ممكن اعمله بطريقه ثانيه، والله ممكن اقول له ار كل الاعداد فرق من اول الاثنين لحد السالب، من اول السالب 2 لحد الاثنين، دي سالب 2 اسف. فانا ممكن اقول له ان المجال بتاعي هي كل الاعداد ما عدا الحته اللي في النص، ما هي من سالب ما لا نهايه لنهايه اهي. يعني بص دي لو على خط الاعداد، يعني نوريها لك فين، نوريها لك فين. بص دي لو على خط الاعداد اهي. هو انا بقول لك ان الاولاني دوت من سالب 2، من سالب 2 لما لا نهايه، والثاني دوت من 2 لما لا نهايه. يعني انا كل الاعداد من اول ما لا نهايه لحد السالب نهايه ما لا نهايه معايا ما عدا الحته دي اللي هي دي كلها اسمها الاعداد الحقيقيه اللي هي الريال نمبرز. فانا اقدر اقول له ان المجال بتاعي هو الريال نمبرز فرق من السالب 2، بس السالب 2 مفتوح مش معايا لان هي معايا فوق، السالب 2 بدل مقفوله فوق اعكسها تحت لان احنا بنعمل فرق من سالب 2 ل 2، والاثنين برده مش معايا. يبقى انا ممكن اكتبها بالطريقه دي وممكن اكتبها بالطريقه دي، الاثنين صح عادي، بس عشان بس لو جالك في الامتحان مثلا MCQ وجاب لك بالطريقه دي فانت تكون فاهم. كده تقريبا انا يعني يمكن لا في لسه بقى ايه، هناخد العمليات على الى لو جاب لك دالتين مش داله واحده، لو جاب لك دالتين وقال لك على العمليه بينهم هناخد الخطوات بتاعتها. احنا كده تقريبا خدنا كل الاشكال اللي انت ممكن تجيب بيها الدومين. هي ما اعتقدش في اكزامبل مثلا ممكن يجي لك في امتحانك ايا كان جامعتك ايه واحنا ما قلناهوش هنا، فهنمسح ده ونجي لك بقى بالشكل الثاني. نيجي اللي بعدها بقى يا حبيب قلبي، لو جاب لي دالتين مش داله واحده دالتين، يعني مثلا لو جاب لي داله بيقول لي داله اسمها اف اوف اكس وجاب لي داله ثانيه داله اسمها جي اوف اكس وعايز يعمل عمليه بينهم مثلا جمع وطرح وضرب اي حاجه، لازم انا اكون محكوم بدومين برضو. يعني انا لو جاب لي دي ليها دومين ودي ليها دومين، طب انا لو احل الاثنين مع بعض لازم يبقى في دومين محدد ليهم. فقال لك في حاجات بقى لو هو عايزك تجمع او تطرح او تضرب الدالتين يبقى الدومين هو دومين الاول تقاطع دومين الثاني. ده في حاله ايه؟ ان هو عايزك تجمع او تطرح او تضرب الدالتين يبقى الدومين بتاعهم هو دومين الاول تقاطع الدومين الثاني. طب فاضل كده عمليه واحده اللي هي القسمه. طب لو عايزك تقسم الدالتين يبقى الدومين هو يبقى الدومين بتاعهم هيبقى الدومين الاول تقاطع الدومين الثاني فرق اصفار المقام للداله اللي في المقام. يعني لو عايز مثلا اف اوف اكس على جي اوف اكس، اف اوف اكس على جي اوف اكس، الدومين بتاعهم هيبقى التقاطع بين الدومين الاولاني والدومين الثاني فرق اصفار المقام الداله اللي في المقام. فاخد الداله دي اسويها بالصفر واجيب اصفارها اشيله من التقاطع بتاعه. تمام؟ هتفهم اكتر في الامثله اللي احنا هنحلها دلوقتي ان شاء الله. تعالى مثلا انت خليك فاكر بس اللي احنا قلناه اهو، خليك فاكر اللي احنا قلناه وتعال نشوف مثال. بيقول لك معايا داله اف اوف اكس، معايا داله اف اوف اكس بتساوي اكس على 1 زائد اكس، ومعايا داله ثانيه امسح دي دلوقتي. خلي بالك من الحاجات اللي انا بقولها دي ويا ريت تكتبها. يعني خلي معانا داله ثانيه اسمها جي اوف اكس بتساوي اكس زائد 1 على اكس ناقص 2. اول حاجه اروح اعملها ان انا اروح اجيب دومين دي ودومين دي، اشتغل في دي لوحدها اجيب الدومين بتاعها، واشتغل في دي لوحدها اجيب الدومين بتاعها. دي داله كسريه فالدومين بتاعها هي ار فرق اصفار المقام، اسوي المقام ده بالصفر هيبقى الاكس وادي الواحد بعكس الاشاره يبقى الاكس بيساوي سالب 1، يبقى دي ار فرق السالب 1. دي الداله الاولانيه. اجيب الداله دي الدومين بتاع الداله دي ح فرق اصفار المقام برضه ار فرق اصفار المقام، ار فرق اصفار المقام ساوي دي بالصفر وادي الاثنين بعكس الاشاره فيبقى بيساوي ار فرق الاثنين، الاكس هتطلع ب2. فانا جبت دومين دي ودومين دي. تعال بقى نشوف هو عايز ايه. اول حاجه والله العظيم هو بيقول لك انا عايز اف زائد جي اكس. يعني ايه دي؟ يعني بقول لك انا عايز الاف زائد جي اجمعهم على بعض واعوض عن الاكس باكس. يعني ما تعملش حاجه من الاخر، هو بيقول لك دي عشان تجيب له الدومين بتاعه واعوض عن الاكس باكس. لو كان هنا مكان الاكس دي 1 يعني اعوض عن الاكس ب1، لو كان هنا مكان الاكس دي 2 اعوض عن الاكس ب2. اعرف بقى العلامات دي. تاني حاجه اهي نفس اللي انا كنت بقول لك عليها، اف زائد جي اعوض عن الاكس ب3. تالت حاجه اف زائد جي اعوض عن الاكس بسالب 1.
رابع حاجه الاف على دي، وعوض عن الاكس باكس برضه، اللي هو من الاخر هات الدومين بس. دي الاولانيه. والله العظيم هو بيقول لك اجمع اف الاف اوف اكس زائد جي اوف اكس، انا عايزك تجمع لي الاثنين دول، فانا هجمعهم له. بس قبل ما اجمعهم له انا عايز الفانكشن، بس تعالى نجمعهم ونحطهم جنب بعض الاول. اهو هو بيقول لي اجمعهم، اهو يا عم جمعتهم، بس لازم بعد ما اجمعهم اكتب له الدومين بتاعهم، اهو زائد اكس زائد 1 على اكس ناقص 2. انا عايز اجيب الدومين بتاعهم. والله انا عارف ان الدومين بتاعهم بدل العلامه اللي بينهم جمع تقاطع، دومين الاول تقاطع دومين الثاني. والله العظيم الدومين الاولاني، تعال اعملها لك خط اعداد لو هتلخبطك. الدومين الاولاني هي كل الاعداد الحقيقيه ما عدا السالب 1، والدومين الثاني هي كل الاعداد الحقيقيه ما عدا الاثنين. يعني انا من الاخر التقاطع بينهم ان كل الاعداد الحقيقيه معايا ما عدا السالب 1 والاثنين، ده التقاطع بينهم. يبقى هو عايز الدومين بتاعي كامل ار الاعداد الحقيقيه كلها، بس السالب 1 مش معايا والاثنين والله ما معايا. يبقى التقاطع بينهم ايه؟ هي دي ار ودي ار، خد الار، الاثنين هنا مش موجوده والسالب 1 هنا مش موجوده، يبقى شيلهم هما الاثنين. يبقى التقاطع بتاعي ار فرق السالب 1 والاثنين. يبقى دي الدومين بتاعي، هو عايزك تعوض عن البتاع باكس، تمام. يبقى انا كده خلي بالك ان الدومين اللي انا جبته ده هو الدومين بتاع الجمع والطرح والضرب، الجمع والطرح والضرب. فتعال بقى نشوف اللي بعدها. اول حاجه بقول لك انا عايز اف زائد جي، اجمع الدالتين واعوض عن الاكس بثلاثه. قبل ما اعوض عن الاكس بثلاثه بروح ابص هي الثلاثه دي اصلا معايا في الدومين؟ انا كل الاعداد معايا ما عدا السالب 1 والاثنين، هو اللي ما ينفعش اعوض بيهم. طيب الاف زائد جي اجمعهم، اهو يا عم هجمعهم لك، اكس زائد 1، بس بقول لك عوض عن اكس بثلاثه، شيل الاكس وحط 3 ادي 3، شيل الاكس وحط 3 ادي 1 زائد 3 زائد، شيل الاكس وحط 3 ادي 3 زائد 1، شيل الاكس وحط 3 ادي 3 ناقص 2. يبقى يطلع معايا في الاخر ايه؟ 3 على 4 زائد 4 على 1، دي هتطلع معايا في الاخر. والدومين بعدها بتقوم رايح حاطط له الدومين، اقوم رايح جاي كاتب له الدومين جنبها تاني، ار فرق السالب 1 والاثنين. تمام. بيقول لك انا عايز الاف زائد جي، اجمع الدالتين واعوض عن الاكس بسالب 1، واحد هيروح يشتغل في المساله ويعوض عن الاكس بسالب 1، وزي اللقطه اللي نسى ان السالب 1 مش في الدومين اصلا. انا اول حاجه قلتها لك روح بص على الرقم اللي هنا معايا في الدومين، السالب 1 معايا في الدومين مش معايا، يبقى والله العظيم ما اقدرش اعوض عندي فاينل. اف على جي، تعالى بقى بص على دي، بيقول لك انا عايز الاف على جي. الاف على جي دي هعملها ازاي؟ والله العظيم هقسم الدالتين وبعدين اشوف الدومين. هقسم الدالتين على بعضهم، الدالة الأولى إكس على 1 زائد إكس، الدالة الثانية إكس زائد 1 على إكس ناقص 2. كده جبت الدالة الأولى والدالة الثانية. أنا قايل لك والله إن المجال بتاعهم هو عبارة عن إيه؟ هو بيقول لك عوض عن الإكس بإكس، أنا ما تعملش حاجة، هو عايزك تجيب الدومين بس. عوض عن، أنا قايل لك إن المجال بتاعهم بيساوي إيه؟ والله العظيم المجال بتاعهم بيساوي كل الدومين الأول تقاطع الدومين الثاني فرق أصفار الدالة اللي في المقام. طيب انا دومين الاول تقاطع دومين الثاني معايا اصلا اهو، يبقى ده دومين الاول تقاطع دومين الثاني، هكتبه اهو ار فرق السالب 1 والاثنين، ده دومين الاول تقاطع الدومين الثاني. فرق بقى ايه؟ اصفار الداله اللي في المقام. انا عايز اجيب اصفار الداله اللي في المقام، خدها سواء بالصفر، ادي الداله اللي في المقام اهي اكس زائد 1 على اكس ناقص 2، اساويها بالصفر، الصفر مقامه ايه؟ 1. اضرب طرفين في وسطين، اكس ناقص 2 في صفر، اي حاجه في صفر طارت، فيتفضل معايا ايه؟ اكس زائد 1 بيساوي صفر، يبقى الاكس بيساوي سالب 1. يبقى اصفار المقام معايا ايه؟ سالب 1. يبقى هي ار فرق السالب 1 والاثنين فرق السالب 1، ما كده كده السالب 1 مش معايا، يعني انا كده حاطط كده كده السالب 1 مش معايا اصلا، يبقى هو المجال بتاعي اصلا كده كده هو ار فرق السالب 1 والاثنين، هو اللي مش انا قلت لك تقاطع فرق اصفار المقام، اصفار المقام اللي هي السالب 1، هو كده كده السالب 1 مش معايا، فهو ده المجال بتاعي. تمام كده تقريبا قلت لك كل اشتغالات الدومين جبريا. خلي بالك عشان لسه هنقوله بيانيا، تعالى بس، يعني الدومين بيانيا امره سهل يعني، عموما هي اي حاجه بيانيا يا جماعه امرها سهل ان شاء الله. يعني لو جاب لك مثلا رسمه زي دي، نشوف هنجيب كل دومين من دول ازاي. خلي بالك بس من المعلومتين اللي انا قلتهم لك في الاول خالص عن الدومين، هفكرك بيهم تاني دلوقتي. واحدة ثالثة اهي، يلا. أول حاجة أنا قلتها لك يا صديقي اللزوز، إن الدومين ده هو القيم على الإكس أكسس، صح؟ على محور إكس، ما هو ده اسمه إكس أكسس وده اسمه واي أكسس، اللي هو محور إكس.
اول حاجه قلتها لك ان الدومين هو القيم على محور اكس، صح؟ فتعالى بقى نشوف هنطلع الدومين ده ازاي على الرسمه. اول واحده معايا داله زي دي مثلا. اولا ده شكل الداله التربيعيه، دي اكس تربيع، يعني الداله دي هي بيساوي ايه؟ بيساوي اكس تربيع. وبيقول لك من اول هنا والله التلاتة، والله هنا -2 مثلا دي داله تربيعيه. فانا عايز اجيب الدومين ده. هو والله العظيم انت قايل لي ان الدومين يا ماجد قيم على الاكس اكسس، اشوف اول رقم على الاكس اكسس واخر رقم على الاكس اكسس. ما اول رقم الصغير ان انا احطه في قوس فتره، فالصغير اللي هو ناحيه السالب، صح؟ فهو اول رقم على الاكس اكسس اللي هو -2. فاول رقم على الاكس اكسس معايا اللي هو من -2 مقفول ولا مفتوح؟ والله العظيم انت قايل لي في الاول خالص وانت بتشرح الانكواليتيز لو ما فيش علامه يبقى مقفول، في علامه متلونه يعني في سيركل كلوزد سيركل يبقى مقفول، في علامه عامله كده يبقى مفتوح. يعني في علامه مفتوحه يبقى مفتوح. يعني تعالى نخلي هنا مفتوح وهنا مفيش حاجه، ده اللي مفيش حاجه يبقى مقفول. يبقى -2 والله معايا قيم اكس، اول قيمه في اكس انا هشوف حدود الداله وانا اشوف هو محددها لي فين، او -2. وبعدين هنا الثلاثه معايا، الداله بتنتهي عند ايه؟ عند الثلاثه على محور اكس. تنتهي فين على محور اكس؟ عند الثلاثه، بس الثلاثه مفتوح والله عشان عامل لي جنبها ايه؟ اوبن سيركل. طب تعالى نشوف واحده ثانيه، رسمه زي دي مثلا، دي رسمه الاكس تكعيب. دي رسمه الاكس تكعيب، هي معاقه شويه بالنسبه لي ما بعرفش يعني اظبطها، بس دي رسمه الاكس تكعيب. اشوف حدودها اهي دي حدودها اهي. بيقول لك والله العظيم هنا 2، وبيقول لك مثلا هنا وليكن مثلا -4. انا قلت لك انا عشان اجيب الدومين القيم على الاكس اكسس اروح اجيب من اصغر قيمه لاكبر قيمه موجوده قدامي على الرسمه جايباها. ان شاء الله لو كاتب لك هنا -5 انا ماليش دعوه، انا عايز القيم اللي داخله في الرسمه. اخر قيمه عند الرسمه ايه؟ الرسمه بادئه منين؟ من -4. الرسمه واقفه فين؟ عند الاثنين. فهو ده الدومين بتاعي، مش صغير اللي هو -4، مفيش عنده حاجه هنا مقفول. الاثنين عندها والله دايره مفتوحه اهي، يبقى الاثنين مفتوح. يبقى ده الدومين بتاعي، الاكس تنتمي دي الدومين بتاعي. تعال نشوف رسمه اخيره، هو الموضوع سهل يعني انت المفروض تكون مترجمه. تعال نشوف رسمه اخيره، انا مش كاتبها كمان في الورق، بس تعال نشوف رسمه من عندي. يا عم اقول لك على حاجه اهي، دي رسمه بس نفترض ان دي داله مثلا، انا عايز اجيب الدومين بتاع الداله دي. والله العظيم اول قيمه هنا مثلا قال لك دي ب5، واخر قيمه هنا والله العظيم قال لك دي ب4. فهي من -5 ل4. اروح اشوف اول قيمه الداله بدأ من عندها اللي هي -5. -5 ما فيش جنبها حاجه يبقى مقفول، -5. الاربعه ما فيش جنبها حاجه يبقى مقفول هي كمان. يبقى من -5 ل4 الاكس تنتمي، ده الدومين بتاعي. يبقى انا كده عرفت الدومين بجيبه ازاي جبريا وبيانيا. واظن ما فيش مثال ما قلتهولكش، انا بقالنا تقريبا ساعه ولا حاجه بنشرح في الدومين جبريا وبيانيا. ان شاء الله تكون فهمت وتكون عرفته. فاضل بقى يا صديقي الانكريزنج والديكريزنج والكونستانت والرينج، ودول كلهم هنشرحهم بيانيا بس مش هنشرحهم جبريا. يلا بينا يلا بينا نيجي بعدها يا صديقي ونشرح اخر حاجه النهارده ان شاء الله معانا، هي الانكريزنج اللي هي الداله التزايديه، والديكريزنج اللي هي الداله التناقصيه، والكونستنت اللي هي الداله الثابته، والرينج. تعالى بس نبدا بالرينج. الرينج احنا هنشرحه النهارده بيانيا بس، مش هينفع نشرحه جبريا لان احنا هنحتاج فيه حاجات. عشان نيجي احتاجه جبريا هنحتاج فيه حاجات من قواعد الديفينيشن، واحنا لسه مش هناخد ديفينيشن دلوقتي، فهنشرحه بيانيا بس. انت لو فاكر الدومين انا كنت قايل لك ان الدومين قيم اكس، او هي القيم اللي على محور اكس او الانبوت. الرينج بقى اللي هو الاوتبوت اللي هي الاف اوف اكس اللي هي قيم واي. يعني الاف اوف اكس دي اللي انا كنت بطلعها دي هي دي الرينج اللي هي قيم واي على الواي اكسس. طيب على الواي اكسس ازاي اعرف الرينج بيانيا؟ لو جبت لك مثلا رسمه زي دي وقلت لك مثلا نفس الرسمه اللي احنا رسمناها بتاع اكس تكعيب، عايز اعرف الرينج بتاعي. هي والله العظيم الرينج انت نفس الطريقه اللي كنا بنعملها في الاكس اكسس، اشوف اول قيمه الداله بادئه من عندها واخر قيمه الداله واقفه عندها واروح اعمل الفتره فيها. يبقى دلوقتي الواي تنتمي او الاف اوف اكس تنتمي من -5 اول قيمه الداله واقفه عندها لحد ال5 اخر قيمه الداله واقفه عندها. واللي مفيش علامات عندهم مفيش اي دواير يبقى الاثنين مقفول. طب لو كان في دايره مقفوله مقفول برضه. طب لو كان في دايره مفتوحه ساعتها بنعمل
القوس مفتوح. تعال نشوف مثال تاني على الرينج. دالة زي دي، لو كان مثلا دالة زي دي، بروح اشوف اول قيمة هو بادئ منها واخر قيمة. ما هو اول قيمة دايما من السالب يا جدعان، ما هو بيبدأ من صغير عشان احنا نعمل قوس فترة. فلو نفترض ان هو هنا عند السالب 3 وموجود هنا والله العظيم عند الاربعة، يبقى وموجود هنا اوبند وموجود هنا اوبند، يبقى الفترة دي من اصغر قيمة اللي هي السالب 3 لاكبر قيمه اللي هي الاربعه، والاثنين اوبند لان موجود عندهم ايه؟ اوبند سيركل. يبقى ده الرينج. من الاخر هو نفس الطريقه اللي كنا بنعملها من شويه على الرسمه في الدومين، بس الفرق ان احنا بنعملها هنا على محور واي اللي هو الواي اكسس، والثاني بنعملها على اكس اكسس اللي هو محور اكس. كده شرحنا الرينج سريعا اهو، اتمنى تكون فهمتوا. تعالى بقى نشرح الانكريزنج، الداله التزايديه، والديكريزنج والكونستانت. يعني ايه داله تزايديه؟ هي داله والله العظيم دايما، هو دايما في اي داله الاكس 2 اكبر من الاكس 1، والداله التزايديه دايما اف اوف اكس 2 اكبر من اف اوف اكس 1. ازاي الكلام ده؟ تعال نشوف رسمه. جبت لك رسمه زي دي. تعال دي مثلا داله تزايديه، دي انكريزنج كونست، دي انكريزنج فانكشن. دي لو جينا نشوف هو دايما اكس 2 اكبر من اكس 1. يعني مثلا دي 1 2 3 4 5، وهنا مثلا 1 2 3 4 5. والله العظيم انا عندي الاكس 1 الواي بواحد او الاف اوف اكس بواحد. عند الاكس 2 ده الاف اوف اكس زادت. عند الاكس 3 الاف اوف اكس زادت. عند الاكس 4 الاف اوف اكس زادت. يعني لو جيت تشوف واحنا متجهين، وخلي بالك التزايد والتناقص انت بتحدده على حسب شكل الداله ناحيه الاتجاه الموجب لمحور اكس. اتجاه الموجب لمحور اكس، يعني انا هشوف الداله وهي رايحه كده على يميني، طالعه ولا نازله؟ لو طالعه يبقى دي داله تزايديه، نازله يبقى دي داله تناقصيه. بروح تاني معلش عشان الحوار ده مهم، بشوف هي الداله تحركها وهي رايحه ناحيه الاتجاه الموجب للسينات او الاتجاه الموجب للاكس اكسس، طالعه ولا نازله؟ طالعه تزايديه، نازله تناقصيه. فانا لو جيت اشوف هنا هلاقي عند الاكس بواحد الواي بواحد، عند الاكس باثنين الواي زادت، عند الاكس بثلاثه لا والله الواي زادت اكتر، عند الاكس باربعه الواي زادت اكتر. فكل ما زدنا في قيمه اكس زادت قيمه واي، يبقى دي داله تزايديه. يبقى الداله التزايديه هي الاف اوف اكس 2، الاف اوف اكس 2 الاف اوف اكس 2 الاف اوف اكس 2 اكبر من الاف اوف اكس 1. ما هي دي الاف اوف اكس 2 اهي، والاف اوف اكس 1 اهي. فهي دي الداله التزايديه. طب الداله التناقصيه هي داله هو كده كده الاكس 2 اكبر من الاكس 1، بس في حاجه بقى ان الاف اوف اكس 1 اكبر من الاف اوف اكس 2. هو يعني ايه اصلا يا جماعه الجمله دي؟ يعني لما تعوض عن الاكس 1 عن الاكس 1 في الداله هيبقى اصغر من لما تعوض عن الاكس 2 في الداله. ازاي؟ تعال نشوف رسمه. تعال نشوف دي رسمه مثلا تناقصيه. دي الرسمه مثلا ايه؟ انكريزي اهي، نفس الرسمه اللي احنا راسمينها هنا. واحد قال لي يا عم ماجد ما هي طالعه لفوق اهي. قلت لك انت بتشوف الاتجاه الموجب للاكس اكسس، الاتجاه الموجب للاكس اكسس اهي. انا هشوف هي رايحه كده وهي رايحه كده وهي رايحه كده، هي بتطلع ولا بتنزل؟ هي نازله اهي، يبقى هي كده دي داله تناقصيه. بس طب لو عايز اجيبها على الرسم، هي تعالى لو جينا نشوف اكس 1 واكس 2، لو جينا نبدا من هنا مثلا، دي اكس 1 ولا اكس 2؟ دي اكس 1. الاكس 2 اكبر ولا اكس 1؟ الاكس 2. الاكس 3 اكبر ولا الاكس 1؟ اكس 3. لو هنا مثلا دي بسالب 3 ودي بسالب 2 ودي بسالب 1، لو عوضت عن الاكس بسالب 3 عند الاكس بسالب 3، عند الاكس بسالب 3 اللي هي عند الاكس 1، الواي على الواي مثلا الاف اوف اكس ب 3، عند الاكس بسالب 2 على الاف اوف اكس ب 2، عند الاكس بسالب 1 على الاف اوف اكس ب 1. فانت لو خدت بالك كل ما الاكس قلت كل ما الاف اوف اكس زادت. فانت لو جيت تبص هتلاقي الاف اوف اكس 1، الاف اوف اكس 1 اكبر اهي، الاف اوف اكس 1 اكبر من
الاف اوف اكس واحد، ما هي ديت للاف اوف اكس واحد يا جماعه اللي هي بالسالب 3، عند الاكس بسالب 3 الاف اوف اكس ليها ب 3، فدي اكبر حاجه. فالاف اوف اكس واحد هنا في الداله التناقصيه اكبر من الاف اوف اكس 2. عكس دي، احنا كنا بنقول ان هنا الاف اوف اكس 2، الاف اوف اكس 2 عند الاكس ب 2 الواي اكبر او الاف اوف اكس اكبر، صح؟ طيب اللي احنا بنعمله ايه من الاخر من الشكل، لو انت عايز تعرفها بيانيا من غير ما تقعد تعمل الحوارات دي، هي من الاخر ده القانون. الاف اوف اكس 1 اكبر من الاف اوف اكس 2، وهنا الاف اوف اكس 2 اكبر من الاف اوف اكس 1. طب بجيب الاف اوف اكس ازاي؟ اشوف اي قيمه في اكس اروح اشوف القيمه المقابله ليها في واي في الداله. يعني عند الاكس بسالب 3 اروح اشوف هي مقابلها ايه في الواي، يبقى هي دي الاوف اكس بتاعتها. تمام؟ فهي دي اللي بعرفها، او من الاخر بعرفها مش شكل، مش شكل، بشوف اتجاهها الاتجاه الموجب لمحور السينات، نازله يبقى دي ديكريزنج، طالعه يبقى دي انكريزنج، ده تزايديه. طيب الداله الثابته الكونستانت، وهي من اسمها داله ثابته اهي، ما بتعملش اي بتنجان، هي ده اللي واقفه كده مكانها زي اللطخ كده، ما بتعملش اي حاجه، هي دي الداله الثابته. طيب تعالى بقى نشوف شكل كده من الاخر يعرفك سريعا، هو شكل كده انا فكسته، يعرفك المواضيع دي كلها، نعرفها من الشكل. يعني انا عايزك بس ايه تعرف تميزها من الشكل. ادي دي مثلا المحاور اهي، ادي المحاور اهي، وادي ده الشكل مثلا، ده الشكل. انا عايز اعرف في كل فتره من دي الداله تزايديه ولا تناقصيه. اول حاجه انا بشوف ناحيه الاتجاه الموجب لمحور اكس، يعني انا هقف كده، هقف كده اهو وابص وانا رايح كده، وهي رايحه كده، بتزيد ولا بتقل لحد هنا اهي؟ بتزيد، يبقى هنا تزايديه، هنا تزايديه. وانا رايح كده من اول دلوقتي بتزيد ولا بتقل؟ بتقل، عماله تقل، يبقى الحته دي تناقصيه لحد هنا تناقصيه. وانا رايح كده بتزيد ولا بتقل؟ لا ده عماله تزيد، عماله تزيد، عماله تزيد، يبقى هنا تزايديه. هنا واقفه محلك سر زي ما انا قلت لك اهو، يبقى دي كونستانت. يبقى من اول هنا لهنا دي داله تزايديه، من اول هنا لهنا دي داله تناقصيه دي كريزي، من اول هنا لهنا دي كونستانت. تمام؟ تقريبا كده احنا خلصنا كل حاجه، وانا هبطت. يعني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعني ربنا يرزقنا السداد والقبول. و... والواحد والله العظيم الفيديو ده انت لو بتشوفه بتصور في 3 ساعات او نزل لك في 3 ساعات، فهو الواحد يمكن فضل يصور في الفيديو ده فوق يحضر في الفيديو ده فوق ال10 ساعات، لان ماتيريال الجامعات صعب ان انت تجمعها بسهوله، ان انت تجيب اكزامبل مناسبه لكل الجامعات، عشان كل دكتور بيحط في دماغه وكل دكتور بيحط في فكره، وانا هدفي ان انت تطلع من الفيديو ده بتعرف تحل كل الامثله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعني. لو محتاج اي حاجه تقدر تواصل على رقم الواتساب اللي تحت الفيديو، ونبعت لك الملفات اللي احنا شارحين منها، اصورها لك وابعتها لك لو عايزها كمرجع ليك تذاكر منها. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.